عمرك حسيت إنك لسه واقف مكانك وكل اللي حواليك سبقوك؟ اللي سافر واللي اشتغل واللي طور من نفسه واللي نجح واللي اتجوز وانت لسه زي ما انت مكانك قاعد قلقان ومتوتر كل يوم وبتسأل نفس السؤال اللي شاغل بالك كل يوم: هو انا متأخر عن اللي حواليا ولا انا فاشل ولا ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبني؟ خليني اقول لك حاجة مهمة جدا وعايزك تركز فيها كويس جدا. التأخير اللي انت حاسس بيه ده اوعى تفكر ان ده علامة انك مرفوض او انك فاشل، وفي نفس الوقت التعب اللي انت بتعمله ده مش دليل على ان كل اللي انت بتعمله في حياتك غلط او اللي انت بتعمله ده هيروح في الفاضي. صدقني في حاجات في حياتك لو كانت جات لك بدري كان ممكن تتعب، كان ممكن تنهار، كان ممكن تتعذب في حياتك، كان ممكن يحصل لك مشاكل كتير جدا. الحلقة دي مش عن الصبر ولا عن كلام فيه موعظة ليك، الحلقة دي عن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تأخير رزقك، وليه في ناس دايما بتوصل بدري وربنا بيرزقها وبعد كده تلاقي الناس دي بتضيع وبترجع تفشل تاني، وفي ناس لما بتتأخر شوية أو لما رزقها بيتأخر بتلاقي الناس دي بتثبت في النجاح بتاعها ومستحيل إنها تفشل تاني. لو أنت لسه حاسس إنك آخر واحد في السباق اسمع الفيديو ده، يمكن تكون مش متأخر، ويمكن انت بتتجهز لحاجة كبيرة جدا او حاجة عظيمة جدا هتفرحك وتكون عوض ليك بعد كده في حياتك. قبل ما نبدأ، انا محمد طارق ودي قناتي، يلا بينا. اصعب حاجة بتخليك دايما خايف وقلقان وبتحسسك بتوتر طول الوقت هي فكرة المجهول. لو انت عارف من جواك ان بكرة هيكون كويس، لو عارف من جواك ان بكرة انت هتنجح وواثق من حاجة زي دي، انت نفسيا مش بتخاف من بكرة ولا بتخاف من الوقت اللي انت بتضيعه، بالعكس ده انت بتكون طول الوقت حاسس انك مطمن. لما ربنا سبحانه وتعالى دايما بيأخر عننا حاجة دايما بنحس اننا بنقلق وبنحس بتوتر وبقلق. بتحس كده ان صاحبك اللي لسه بادئ بعدك او صاحبك اللي شغله عادي جدا كمان بدأ، نجح، خطب، اتجوز وانت لسه واقف مكانك. تحس ان هو نجح في حلمه وانت لسه، بتحس ان القطر فات وانت لسه واقف مكانك. ناس كتير عمالة تنجح وتحقق وتوصل وانت لسه واقف مكانك، مش عارف مستقبلك في ايه، مش عارف بكره شايل لك ايه. والاصعب انك كل شويه تلاقي حد بيظهر لك يقول لك ايه يا ابني، انت مش هتتغير ولا ايه؟ هتفضل واقف مكانك كده؟ ايه يا عم، مفيش حاجه جايه في الطريق؟ ربنا ما رزقكش بحاجه لسه؟ مفيش عريس ولا ايه يا بنتي؟ عايزين نقولك مبروك. هتفضل كده طول عمرك؟ مفيش سفريه؟ حاول تدور على سفريه علشان تغير من نفسك بدل ما انت مبهدل نفسك كده. هتسمع كتير جدا كلام يوجع كتير جدا، في منهم اللي بيقول كده عشان خايف عليك مفيش في قلبه حاجة، وفي منهم اللي عايز يبين لك ان قيمتك قليلة وانك فاشل. نظرات كتير جدا بتشوفها في عيون الناس دي، والنظرات دي بيكون فيها ألف عتاب. نفسيا السلوك ده بيحسسك ان العيب فيك انت مش فيهم هم، فتبدأ تدخل في مرحلة قلق أكبر وتوتر أكتر وزعل طول الوقت، وتهرب من كل ده في إنك تقدر تمارس سلوك سلبي زي مثلا إنك تشرب حاجات ممكن تضرك نفسيا. طيب تعال نسأل سؤال، هو ليه إحساس إن الكل سبقك وجعه تقيل قوي كده؟ لأنك ببساطة نفسيا كده أنت بتواجه كواليس حياتك أو الحياة اللي أنت بتعيشها بالحياة اللي غيرك بيعيشها أو بالحياة اللي صاحبك أو صديقك وصل لها. أنت شايف إن صاحبك اتجوز، بس في نفس الوقت أنت مش شايف القلق اللي هو عايش فيه. شايف إن في شخص قدامك فتح مشروع، بس في نفس الوقت أنت مش شايف القرض اللي جابه، مش شايف القرض اللي أخده علشان خاطر يفتح المشروع ده، وكل يوم بينام وهو في قلق وتوتر علشان خايف يتحبس او خايف ما يقدرش يسدد المشروع ده. ويا سلام بقى لو هو في يوم كده الشغل ما كانش احسن حاجه، تلاقيه مروح متعكنن والبيت كله متعكنن والبيت كله يعيش في كهرباء وفي قلق وفي توتر وحياه ما يعلم بها الا ربنا. انت مش شايف الناس دي خسرت ايه علشان توصل للي هي وصلته دلوقتي؟ لما بتيجي تقارن بقى حياتك وانت واقف مكانك دلوقتي بحياه الناس دي، انت كده بتظلم جدا على فكرة، لانك باختصار بتحاكم نفسك على نقطة انت بتشوفها من بره بس، بتحكم على النهاية من بره بس، مش بتشوف اللي خسره علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي، مش بتشوف دفع قد ايه من حياته، من عمره، من وقته، من اعصابه، من نفسيته علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي. فالفكرة هنا ان التأخير مش معناه دايما خسارة ليك. خليني كده احكي لك مثال، يمكن المثال ده انت تستفاد منه حاجة. في ناس تلاقي ربنا سبحانه وتعالى كده رزقهم بفلوس بدري، بس في نفس الوقت هم مش عارفين او ما عندهمش إدارة انهم يصرفوا الفلوس دي ازاي. فالفلوس هنا بدل ما تبدأ ترفعهم لفوق وتغير وجهتهم في المجتمع وتبدأ تحسن اخلاقهم، لا، بتبدأ الفلوس تضيعهم أكتر أو تضيع منهم بسرعة أو تبوظ أخلاقهم أكتر وأكتر. وده طبعا إحنا بنشوفه كتير جدا الفترة دي. وفي ناس بتتأخر، بس في فترة التأخير بتاعتها دي أو الفترة اللي ربنا لسه ما أذنش إن رزقهم يزيد، بتلاقي الناس دي بتتعلم كتير جدا، عمالة تخبط هنا تتعلم، تخبط هنا تتعلم، تشتغل هنا تتعلم، تشتغل هنا تتعلم، وتلاقيهم
واصلين وثابتين مكانهم. زي مثلا ممكن تلاقي واحد وليكن اشتغل 90 شغلانة في حياته، بس في النهاية ربنا كرمه وفتح مجال اللي كان نفسه فيه، بس لو جيت تسأله على أي مهارة أو على أي صنعة تلاقيه شاطر فيها جدا، وتلاقيه بيأجبك وعنده فكرة فيها. زائد إن النوعية دي من الناس كمان بتقدر تفهم نفسها كويس، بتقدر تفهم المجال اللي هي عايشة فيه، بتقدر إنها تفهم الناس اللي حواليها كويس جدا. فلما ربنا يرزقهم بقى في الوقت ده بيقدروا ياخدوا الرزق ده ويحافظوا عليه كويس جدا، زائد كمان يطوروه علشان يوصلوا لمرحلة ان الرزق ده يكون موجود اضعاف واضعاف. زي بالظبط كده واحد اشترى عربية غالية بس في نفس الوقت هو لسه مش عارف يسوقها، طبيعي جدا ان هيبدأ يدخل في ده ويبدأ يكسر في ده، وتلاقي العربية اتبهدلت منه بسرعة جدا. وده ليه؟ لأن الشخص ده نفسيا استعجل إن يشتري عربية قبل ما يتعلم السواقة. الفكرة التانية إن ربنا عز وجل ساعات كتير جدا بيأخر رزقك علشان يحميك. في الجلسات قابلت ناس كتير جدا كانت دايما بتتكلم عن فكرة إن هم حققوا اللي نفسهم فيه بس بدري جدا، وبعد كده دخلوا في مراحل اكتئاب برضو بدري، وحياتهم اتدمرت أكتر وأكتر بالرغم من إنهم كان معاهم فلوس كتير جدا. طب ده حصل ليه؟ لأنهم نفسيا وصلوا لحاجة شخصيتهم لسه ما كانتش قادرة تستوعب اللي هيحصل ده، ما كانتش لسه مستعدة للي هيحصل ده. زي مثلا واحد اتجوز بدري قبل ما يعرف يعني ايه مسؤولية، واحدة اشتهرت بدري جدا قبل ما يكون عندها نفسيا كده مسؤولية تجاه الشهرة دي او ازاي تقدر تتعامل معاها، واحد كسب فلوس كتير جدا قبل ما يكون عنده حدود. فالنتيجة دايما اللي بتوصل لها في الوقت ده ان بتدخل في مراحل اكتئاب وتوتر وقلق طول الوقت، وتلاقي نفسك نفسيا كده وقتها بتحن الايام غريبة قبل النجاح. يا ريت لو ارجع تاني اكل كذا، يا ريت لو ارجع تاني اسكن في المكان الفلاني، يا ريت لو ارجع تاني اكون موجود في المنطقة الفلانية، يا ريت لو ارجع تاني مع اصحابي اللي كانوا هم مخلصين ليا قبل ما اوصل لمرحلة كذا وكذا. فانا عايزك تبدأ تسأل نفسك دلوقتي بعد كل اللي قلنا ده، هو التأخير اللي انا فيه دلوقتي ده عقاب ولا تدريب؟ فده يوصلنا بقى للفكرة الثالثة، المجتمع بيدوس على الجرح. لازم تكون فاهم احنا عايشين في مجتمع بيحسب القيمة بالسرعة قبل الثبات. يعني مثلا تلاقي الناس اللي حواليك تيجي تسألك هو انت اتجوزت امتى، او اتجوزت ازاي، اشتغلت ايه، وصلت للي انت فيه ده ازاي، او مثلا تلاقيهم بيقولوا لك انت عملت ايه في سنك ده، يعني انت وصلت للسن ده ايه الانجاز اللي انت وصلت له في حياتك. محدش بقى هيجي يسألك انت كويس ولا لا، محدش هيجي يسألك انت مرتاح وانت بتبني حياتك ولا لا، محدش هيسأل عن وجعك، محدش هيسأل عن حاجات كتير جدا انت كل يوم بتنام على سريرك ودموعك على خدك، محدش هيسأل كل يوم انت بتحزن في سفرك وكل يوم انت بتكون منهار في سفرك وانت بعيد عن اهلك وانت بعيد عن بلدك وانت بتتهان من ده وبتتهان من ده عشان في النهاية توصل للنجاح اللي انت عايزه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لسه ما أردش انك توصل لمرحلة زي دي، بس انت مستمر. لكن الكلام والأسئلة دي ساعات كتير جدا بتوجع وبتأثر فيك نفسيا. فطبيعي جدا انك تلاقي الناس اللي حواليك دايما بتقيس حياتك بساعد غيرك، فطبيعي جدا انك تلاقي نفسك حاسس انك فاشل، حاسس انك متأخر، حاسس ان رزقك مش هيجي بسبب الناس اللي حواليك دايما بتقيس حياتك بساعد غيرك. انت نجحت وفلان لا، انت وصلت وفلان لا، طب انت عملت ايه لحياتك، طب انت وصلت لايه لحياتك، انت لسه واقف مكانك، انت هتتجوز امتى، طب انت اتجوزت ازاي، طب جبت فلوس منين، طب انت سافرت ازاي، طب شغال هناك، طب جبت قد ايه، امور كتير جدا. بس الحقيقة اللي ناس كتير جدا مش فاهماها ان كل انسان ليه وقته، ليه ساعته، ليه الميعاد المعين اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه فيه. كل انسان ليه ظروفه وليه اختباره الخاص في الحياة دي. لازم انك تحسبها كده، ولازم ترضى بكده، ولازم تحط في بالك دايما ان ربنا سبحانه وتعالى شايل لي خير كبير، ولكن لسه ما جاش دلوقتي، لسه هيجي ميعاده. ربنا سبحانه وتعالى انا واثقه ان هيبعت لي العريس المناسب، مش مهم انا سني كام، بس المهم ان اشتغل على نفسي واطور من نفسي لحد ما يجي العريس المناسب، ما اقعدش استناه. انا واثق ان في يوم من الايام انا هتجوز وهيكون عندي بيت وهيكون عندي اسره، وواثق ان ربنا سبحانه وتعالى بيأخر رزقي علشان عين لي الزوجه الصالحه اللي تساعدني في حياتي وتكون مثال كبير جدا ليا او تكون سبورت ليا في حياتي. مش فكره ان انا اروح اتجوز كده بسرعه واستعجل والاقي نفسي لابس مع حد بيأذيني والموضوع يوصل لمحاكم وبعد كده لا جمال هيفيدني ولا حاجات كتير جدا انا هستفاد بيها، بالعكس ده انا حياتي هتتدمر اكتر واكتر، وارجع اقول يا ريت ارجع زي الاول وما كنتش دخلت مرحله زي دي. الفكره الرابعه، التأخير دايما بيبني عقليه نفسيه. لو قدرت انك تتعامل مع التأخير اللي موجود في حياتك صح،
صدقني وده وعد مني، هيطلع منك نسخة أقوى، نسخة تقدر تتعامل مع أي ظرف وفي أي مكان وفي أي بيئة. ده غير إنك لما توصل لمرحلة النجاح صعب جدا جدا إنك تفشل، صعب جدا جدا إنك تتنازل عن النجاح ده، لأن التأخير دايما في الرزق بيعلمك إيه؟ بيعلمك الصبر، صح ولا لا؟ بيعلمك دايما الوحدة مش الفشل، بيعلمك دايما انك تعتمد على نفسك، وده مش عيب، خلي بالك. في ناس لو ربنا سبحانه وتعالى اداها اللي نفسها فيه بدري وحققت اللي هي عايزاه بدري وبسهولة جدا، كانت هتنهار من اول مشكلة وحياتها هتتدمر بشكل كبير جدا. فانت يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيأخر رزقك لانه لسه بيبنيك، لسه بيأسسك، لسه بيعدك ان شاء الله بإذن الله تعالى. رزق هيفرحك، هيكون عوض ليك في حاجات كتير جدا. فلازم تشوف النقطة دي علشان لما تيجي تقع تقدر تقف تاني، ما تحتاجش حاجة من حد، ما تتسندش على حد. لا، أنا نجحت مرة ووقعت فهقدر أقف تاني من غير ما أحتاج لحد. النقطة الخامسة لازم تكون فاهم ولازم تركز في النقطة دي كويس جدا، إن الرزق عمره ما كان فلوس وبس. رزقك عمره ما كان فلوس بس، ولا عمره كان وظيفة بس، ولا عمره كان جواز بس. رزقك هو عقل نضيف، عقل لسه ما تلوثش بحاجات كتير جدا موجودة في مجتمعنا. رزق برضو ان قلبك لسه ما تكسرش، قلبك لسه ما تجرحش، قلبك لسه ما تلوثش بحاجات كتير جدا احنا بنشوفها فيها نفاق وبتأثر على مجتمعنا وبتأثر على شباب كتير جدا. رزقك هو فرصة لسه ما راحتش، رزقك هو قطر لسه ما فاتش، رزقك هو وقت لسه في ايدك. انت بتصحى كل يوم تلاقي نفسك في صحة كويسة، بتصحى كل يوم تلاقي نفسك قادر تقرأ وقادر تلمح اللي قدامك وقادر انك تمشي على رجليك وقادر انك تنزل وتجري وتلعب وتعمل كل حاجة. مش بس فلوس، مش بس جواز، مش بس نجحت في كذا، لا، طالما فيك الصحة وطالما وقتك موجود تقدر انك تعمل كل حاجة وتعوض كل حاجة، وربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك اللي انت عايزه بس في الوقت المناسب. ولازم تكون مؤمن بده. في ناس معاها كل حاجة وربنا اداها كل حاجة، بس والله هي مش طايقة كل اللي هي فيه ومش طايقة نفسها ولا طايقة اللي حواليها. وفي ناس ما حققتش اي حاجة لسه، بس عندها كمية سلام نفسي يهد الدنيا كلها ويهد فكرة أي فشل في الدنيا كلها. والسلام الداخلي ده أو السلام النفسي ده هو هيكون أساس كل نجاح هي هتوصل له بعد كده. الفكرة الأخيرة بقى، عايزك تعمل اللي عليك وسيب التوقيت ده بقى عند ربنا سبحانه وتعالى. أخطر حاجة أنت ممكن تعملها في حياتك وناس كتير للأسف بتعملها وبتفشل فيها، هو فكرة إن الشخص ده يفضل قاعد مكانه ما يتحركش ويقول لك إيه، أنا مستني رزقي، ربنا إن شاء الله هيرزقني، أنا مستني إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويرزقني، بس وانا قاعد مكاني. تلاقيه بالنهار قاعد في الكافيه، قاعد مش عارف فين، بيشتغل شغلانه يا دوبك بتصرف عليه بالعافيه، ما بيحاولش يسعى ويزود دخله في حاجه افضل وحاجه احسن او يكتسب مهاره تحسن من حياته. لا، التاخير عمره ما كان معناه انك تقف مكانك وتقول انا فشلت. التاخير عمره ما كان معناه انك تستسلم وتبدا بقى تجلد ذاتك وتقول والله انا فاشل، والله انا ما بنجحش، والله انا ما بحققش. مش ده، لا، هي مش كده خالص. ولكن عايزك تتعلم وتطور وتشتغل وتوسع وعيك بشكل كبير، وابدأ سيب التوقيت لربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا عز وجل أرحم بيك وهو أعلم بيك. لما يلاقيك خلاص بتشتغل وبتطور وبتحاول تسعى وبتجتهد خلاص، اعرف وتأكد ان رزقك جاي، اعرف وتأكد ان ربنا هيكرمك من وسع. خصوصا لما تلاقي نفسك عمال تفشل هنا وتفشل هنا وتخبط هنا وتخبط هنا، اعرف ان كل دي علامات ان ربنا سبحانه وتعالى في الاخر هيكرمك كرم من وسع. زي ما الطبيب ما بيديش الدواء غير في ميعاده، مش لانك مثلا وحش او انت مش كويس، ولكن الطبيب بيكون عارف ان لو اداك الدواء بدري عن ميعادك هيأذيك. فلو حسيت انك دايما متأخر او حسيت انك دايما لسه ما حققتش حاجات كتير، لازم تقول لنفسك انا مش لوحدي، في ناس كتير كده، بس لازم اشتغل على نفسي، لازم اعمل حاجة احس من خلالها ان انا راضي عن نفسي ومستني ان ربنا سبحانه وتعالى يكافئني ويرزقني. في نفس الوقت لازم تقول لنفسك انا دوري لسه ما جاش، ربنا لسه ما اذنش ان يوسع عليا او يفرجها عليا. واللي هيجيلك او الرزق اللي هيجيلك ده مش جاي علشان يكمل نقص في حياتك، ولكن هو جاي علشان يكافئ تعبك او تعب السنين اللي فاتت، جاي يكافئ نضجك، جاي يكافئ سهر انت سهرته، جاي يكافئ حاجات كتير انت عملتها علشان طول الوقت كنت بتحلم انك توصل للي انت فيه. فبلاش تستعجل الرزق، لان الرزق ده ممكن يكسرك. ناس استعجلت الجواز والجواز كسرها، ناس استعجلت الرزق في حاجات كتير جدا وكان هو سبب في دمار حياتها ودمار حياة اهلها كمان. واستعد لرزقك لما يجي علشان يعرف انك قده وقد انك تقدر تحافظ عليه وتقدر تزوده اكتر واكتر كمان. ربنا يسعدكم ويوفقكم دايما، وربنا يجعل السنة دي سنة سعيدة عليكم وعلينا يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين، وما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد من قلبك. سلام عليكم.